السلام عليكم ومرحبا بكم ان شاء الله يا ربي تكونوا كامل بخير ولاباس عليكم. اليوم ان شاء الله جبت لكم وصفه كسرة الرخساس بمقادير مضبوطه من البدايه حتى النهايه. وصفه ما نبدلهاش ابدا، راح تحصلوا على واحد الكسره مقرمشه وطريه في نفس الوقت، يعني صدقا تجي تهبل. نتمنى تجربوا الوصفه وتنال اعجابكم، واذا عجبتكم ما تنساوش تخلوا لي تعليقاتكم اسفل الفيديو وتدعموني بلايك هكذا باش تشجعوني. قبل ما نروحو نتعرفوا على الوصفة، ما تنساوش تصلوا وتسلموا على رسول الله عليه أفضل الصلوات. خليكم مع المقادير وطريقة التحضير. عندي هنايا في جفنة دير 3 كيلات نتاع السميد. انا السميد نتاعي رطب شويه رايح للمتوسط، الا كان السميد نتاعكم رطب زيدوا له شويه المتوسط. هنا شتوني كيلت بهاد العلبه تاع المارغرين تاع 250 غرام. درت علبة في كل قرصة وشوية شوية، يعني كل قرصة ندير علبة وشوية. درت نص مغرف كبيرة تاع الملح، مغرف كبيرة تاع السكر، ونص مغرف كبيرة تكون ممسوحة ماشي بومبي تاع خميرة الخبز. يعني ما نكتروش خميرة الخبز. نخلط هاد النواشف جيدا، وهاد المقادير عطاوني 3 قرصات، يعني نكيل بهذيك العلبة تاع 250 ندير علبة مملوءة يعني ممسوحة وشوية تخرج لي قرصة، يعني درت 3 قرصات. بالنسبة للزيت درت كاس إلا ربع زيت، وهنا درت كاس تاع الماء يكون دافي شوية فقط البنات فوق الزيت، ونبدا نبسس ونلم في نفس الوقت. تبعوا الطريقة والخطوات خاصة للمبتدئات، وراح تحصلوا على واحد الكسرة يعني تحمر لكم وجوهكم، تجيكم كما قلت لكم في بداية الفيديو مقرمشة وفي نفس الوقت طرية. جبت الكاس الثاني نتاع الماء ونبدا نلم، ويعني ونبقى نلم حتى نتحصل على العجينه تكون طريه كامل. تعرفوا العجينه تاع الكسره كيفاش تكون طريه البنات، ما ديروهاش طريه بزاف. لو كان ديروها طريه بزاف ومن بعد تعجنوها مليح راح تولي لكم معلكه، ما توليش كشغل مقرمشه وتتقطع بالخف. نعم. بعد ما لميتها يعني بالنسبه للماء، يعني الكاس الثاني ما كملش كامل، يعني تبقات لي منه شويه. دلكتها واحد دقيقه، يعني عفوا عجنتها واحد دقيقه. وبالنسبه للعجن شوفوا كيفاش نعجن البنات. نقطعوا العجينه تاع الكسره كيما الغرايف، نقطع. هنايا راني عجنتها دقيقه وكما قلت لكم ورايحه نوضعها في كيس. شوفوا كيفاش راهي طريه. نديرها في كيس ونخليها ترتاح واحد 20 دقيقه حتى نصف ساعه. فوالا، من الأحسن ديروها في كيس. هنايا بعد ما فات 20 دقيقة نجبد العجينة تاعي نفرغها من الكيس، ورايحة نبقى نعجن فيها. قبل ما نبدا نعجن فيها رايحة ندير لها واحد المكونين اللي راح يعطيوها خفة وقرمشة. عندي هنايا نص مغرف صغيرة تاع خميرة الحلويات غربلتها، وعندي مغرفة صغيرة تاع المارغرين. ندخل هاد الخميرة والمارغرين ونعجن في نفس الوقت. شوفوا كيفاش يعني تعجنوا الكسرة، تقطعوها يعني يدي يروح ويدي يجي. تبعوا فقط. شوفوا كيفاش راني ندير. هنا رايحين نعجنوها واحد 10 دقائق حتى 12 دقيقة. فوالا نبقى نعجن فيها. لاحظوا البنات يعني الصورة راهي توضح كيفاش تعجنوا الكسرة تاعكم تاع الرخساس. وهنا فوالا بعد ما فاتوا 12 دقيقة هاي راهي باينة بلي يعني لا كولور تاع العجينة تبدلت، مامطو باينة بلي راهي تعجنت. هنا رايحة نقرص الكسرة تاعي الى 3 قرصات. شوفوا البنات كيفاش تقسموها، ديروها قسموها عينكم ميزانكم، ومن بعد شدوا في الكف تاع يديكم وشوفوا. لكن رايحين تعرفوا يعني اسكو قد بعضيها. لكن لقيت وحده زايده على وحده نحيو وكملوا للاخرى حتى تحصلوا على نفس يعني القرصه. هنا البنات بالنسبه للتشكيل تاعها،
شوفوا نشدو كف تاع اليد منا وكف تاع اليد منا وندور، يعني نرفع شويه للاعلى ونهبط. تبعوا فقط الخطوات. نبقى ندير في هذه العمليه حتى نتحصلوا على واحد العجينه اللي تكون ليس، يعني ما فيهاش هذوك التجاعيد. كما قلت لكم نشدوا الكريه تاع العجينه بكف على اليمين وكف على اليسار، ونبدا يعني نخبط فيها هكذا من الاعلى للاسفل. يعني نتمنى تكون يعني الفكره راهي واضحه. بقيت كما شفتوني نشكل فيها حتى تحصلت على عجينه اللي تكون ليس. بالنسبه لهاد التجاعيد يعني اللي بقاو شويه فقط، معليش يعني غير ديروهم غير بيديكم وسقموهم، في خاطر رايحين نوضعوا العجينه من بعد على هذيك الجهه ونبداو نحلو. بعد ما شكلتها شفتوني كيفاش راني درت لها، نزيد وحده معاكم بنفس الطريقه. فوالا نبقى نشكل فيها ومن بعد نحلها شويه نوضعها جانبا. حنكمل اللي تبقات لي ونعاود نرجع لكم. هنا البنات نغطي العجينه ونجيب وحده نبدا نخدم بها. شفتوا هذيك اللي كانت فيها يعني التجاعيد درتها هي من فوق. المهم البنات ما تكونش مجعده بزاف، شويه فقط، غير ما تبداو تحلوا فيها يعني رايحين يختفيو. هنا درتها على طاوله العمل، بديت نحل فيها كما شفتوني ونقلب، نحل شويه ونقلب. وبالنسبه للطاجين البنات، الا كان الطاجين تاعكم تاع الحديد كي تبداو تحلوا فيها يعني تصبطوا فيها بهذه الطريقه ديروها تسخن. اما الا كان الطاجين تاعكم كيما نتاعي تاع الطين كي تبداو تقرصوا في الكسره تاعكم ديروها تسخن. انا لما بديت نقرص في الكسره تاعي ونشكل فيها درت الطاجين تسخن، يعني دوكا راهي الطاجين سخونه مليح، لازم الطاجين تكون سخونه مليح. من بعد هنايا رايحه نرفدها بهذا الشكل ونديرها في المقله. رايحه نوري لكم من بعد في القرصه الثانيه كيفاش درتها في المقله. هنا غير ما توضعوها مباشره ديروا فيها هذا الثقوب بالشوكه هكذا باش ما تنفخلكمش وما تخمرلكمش وتجيكم يعني بنفس السمك. كانت تخمركم راح تجيكم الكسره تاعكم كي شغل معلته. فوالا بعد ما طابت على جهه قلبتها على جهه اخرى. وهنا بالنسبه كي طيبوا الكسره تاعكم ما تبقاوش ما تحركوهاش هكذا باش تقعد محافظه على هذاك الرشم تاع الطاجين. شفتوني كيفاش وضعت القرصه الثانيه، غير ما توضعوها ما تحركوهاش، ثقبتها. فوالا واللي تحب حجم صغير خاصه الاخوات المبتدئات تقرص هذه الكسره تاعها الى 4 قرصات صغار. فوالا قلبتها بلا ما نحركوا الكسره، نبقى نضغط عليها هكذا غير طيب. كي طيب نزيد نكمل القرصه الثالثه ونوريها لكم في الشكل النهائي. وكانت هذه الكسره تاعي لنهار اليوم. شوفوا بعد ما كملت طيبتها جات ما شاء الله، جات شهيتكم في الجنه، تجي مقرمشه كما قلت لكم البنات. نتمنى تجربوها وتنال اعجابكم. تبعوا فقط الخطوات وراح تحصلوا على واحد الكسره يعني روعه. شوفوا البنات والله ما شاء الله، يعني تقدروا ديروا كميه كبيره وتحتفظوا بها في المجمد. فقط البنات لما تشكلوا العجينه تاعكم وتبداو تطيبوا فيها، الا كان لقيتوا القرصه الاخريه اختمرت عاودوا نحيوا هذاك الاختمار وعاودوا شكلوها غير بيديكم كما شكلناها وصبطوها وطيبوا. فوالا شوفوا يعني جات روعه، جات تهبل. راح نقسمها كامل. وبالنسبه للطياب كل وحده كيفاش تحب تطيبها، كاين اللي ما تحبش تطيبها بزاف. كانت هذه الوصفه نتاعنا لنهار اليوم اللي نتمنى تكون نالت اعجابكم. وإلا عجبتكم ما تنساونيش بجام البنات وكومنتار اسفل الفيديو. الان ما بقى لي غير نقول لكم تهلاو في رواحكم، دمتم في رعايه الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.